الملخص بتاعنا بيبدأ مع بنت شاطرة وطموحة جدا اسمها لارا، وهي خارجة من شركتها ومبسوطة جدا وبتضحك لأنها حققت نجاح كبير. ولكن فجأة بتحصل كارثة وبتيجي عربية مسرعة وبتخبطها بقوة. ولكن بتحصل حاجة غريبة جدا وخيالية، وهي إن لارا أول لما بتفوق من الإغماء والصدمة بتلاقي نفسها في مكان غريب وشكله قديم جدا، يعني مثلا الديكورات من الثمانينات، وبتبدأ إنها تبص حواليها باستغراب لحد لما بتوصل عند المراية وبتصدم صدمة عمرها، وبتلاقي ان هي في جسم بنت تانية تماما، وبيكون جسمها تخين جدا وشكلها مش حلو ومش مهتمة بنفسها. وبتكتشف انها رجعت بالزمن بروحها في جسم بنت تانية، والبنت دي بنت تخينة وبتتعرض دايما للتنمر والإهانة. وبتفتكر حياة البنت دي كلها بالكامل، وان في بنت مغرورة اسمها نيان دايما بتتنمر عليها مع اصدقائها وبتكسر بخاطرها. وشوية بتوصل نيان على البيت هي واصحابها الاتنين، ودول دايما كانوا بيضربوها وبيستقوا عليها. ولكن المرة دي لما بيقولوا لها باستفزاز انها لازم تلغي زفافها من شيان زوجها، لارا بتتعصب وبتضرب واحدة فيهم بقوة، ومش بيكونوا مصدقين انها قدرت تعمل كده وبتدافع عن نفسها، وبيطلبوا منها انها تعتذر حالا وبغرور، ولكنها بترفض ومش بتعتذر. وفي الوقت ده شيان جوزها بيوصل على المكان وبيسأل بتعجب في ايه وايه الدوشة دي، وساعتها بيكذبوا عليه وبيمثلوا الطيبة وبيقولوا انها غيرانة منهم بسبب جسمهم الرشيق، وان هم كانوا عايزين يساعدوها في لبسها بس هي رفضت المساعدة وكمان ضربتهم. ولما شيان بيطلب منها انها تعتذر بتقول بقوة انها مش غلطانة، وبتضرب الثلاث بنات قصاده وبتقول بشجاعة ان هو لو عايز يعمل اي حاجة يقدر يعملها. ولكن هو بياخد البنات المدلعين وبيمشي، وهي بتقعد لوحدها مش بتكون عارفة تتصرف ازاي في الجسم التخين ده. ولكن فجأة بتلاقي في كتاب قدامها على الترابيزة عن طريقة تخسيس مضمونة 100%، وبتفكر مع نفسها بذكاء وبتقول انها رجعت بالزمن لورا، ولكن هي كان عندها فكرة كويسة جدا ومعلومات عن كذا شركة نجحوا في المستقبل، وده معناه انها تقدر تستغل ده دلوقتي عشان تكون ست غنية جدا ومشهورة في العالم ده. وبالليل شيان بيكون في الأوضة عشان ينام، وبيقول لها بهدوء انه عارف ان اللي حصل النهارده ده ممكن يكون قلة ذوق من البنات، ولكن هو كان مش عارف يتصرف ازاي قصادهم. بس هي بتقوله ببرود انها مش زعلانة، ولكن هو مش هيقعد معاها في نفس المكان، وبتطرده بره الغرفة بكرامة، وبتقول انها مش هتخليه يقرب منها غير لما تخس وتبقى جميلة عشان تخليه مش قادر يبص لواحدة غيرها وتندمه. وبتهرب بره البيت عشان تبدأ انها تجري وتنزل شوية من الدهون اللي عليها، ولكن وهي بتجري بيجي شخص اسمه دانج وبيحضنها من ظهرها بوقاحة، وبيقول لها انه مش قادر ينساها. وساعتها بتفتكر من هو دانج، وده كان شخص هي بتحبه زمان ولكنه كان بيستغلها ودايما بياخد منها فلوس، حتى دلوقتي بيقول لها بطمع انه عايز فلوس من المهر اللي هي اخدته. ولكن هي بتقول بحسم ان مش معاها فلوس تماما. بس في الوقت ده بتكون نيان جابت اهل القرية كلهم ومنهم شيان عشان يشوفوها في الوضع المشبوه ده، وطبعا الناس كلها بتكون فاهمة الموقف غلط لانهم بيكونوا عارفين العلاقة السابقة ما بينها وما بين دانج. ولكن هي بتقف بثقة وبتقول انها بريئة وان مش زي ما هم فاهمين خالص. وكمان بتتهم البنت يان بقوة انها السبب في كل حاجة، وان هم لو ياخدوا بالهم اي حاجة وحشة بتحصل لها هي بتكون العقل المدبر ليها. ولكن شيان مش بتقبل النقد ده وبتقول للارا بعصبية انه عايزة تعتذر حالا من نيان والا مش هيكمل معاها ويطلقها. وساعتها بتقول له ببرود ان ده مش تهديد، وان هي ممكن تقول له حالا انها مش عايزة تكمل معاه اصلا. وساعتها نيان بتاخد دور البريئة المظلومة وبتقول له بدموع التماسيح انها مش عايزة تخرب علاقتهم ببعض، وبتشرح للناس انها الفترة اللي فاتت دي كلها كانت قريبة من شيان عشان هو مخرج اعلان التصميم اللي جاي، وبنعرف انها مصممة ازياء. وساعتها لارا بتمسك في الفرصة دي بذكاء وبتتحداها في تصميم ازياء لان بتكون في مسابقة قريبة جدا. وطبعا كل بيستغرب من الثقة اللي هي فيها لان نيان كل شهر بتكسب حرفيا اي مسابقة لها علاقة بالتصميم، يعني من الصعب جدا ان اي حد يكسبها. ولكن لارا بتكون واثقة في نفسها وبيتفقوا ان هي لو خسرت هتسيب شيان لنيان ويبعدوا عن بعض. وتاني يوم بتكون قاعدة لارا بتفطر اكل صحي جدا، وجوزها بيجي وبيسألها باهتمام اذا كانت هي فعلا واثقة من نفسها والا ممكن يرجعوا في قرارهم عشان ما تتفضحش. وساعتها بتقوله بغرور انه اكيد خايف تحرجه، ولكن هي عايزاه يطمن لان كل حاجة هتكون كويسة. ولكن بيقولها انها لو عايزة تثبت نفسها قصاد البنات دي كلها هو مش عايزها تعمل كده اصلا، بس هي مش بترد على الكلام ده. عشان كده بيقولها انه رايح رحلة شغل للمدينة وعايزة تفكر كويس لحد ما يرجع. ولكن هي بتستثمر الوقت ده انها تلعب رياضات كتيرة جدا وقاسية عشان تقدر انها تخس بسرعة، وكمان بتتدرب على الرسم في الحياة دي عشان تستعيد ذكرياتها ومهارتها. وبعدها بيجي يوم عرض الازياء العالمي، بتكون هي عارضة الازياء الخاصة بالتصاميم بتاعتها، وكل اللي بيكون قاعد في المكان بيكون منبهر بالستايل بتاعها والتصميم لانه تصميم عالمي جدا ومبتكر، وكمان بعيد كل البعد عن باقي اللبس التقليدي اللي موجود في الزمن ده. وساعتها بتاخد تقييمات عالية جدا لدرجة انها بتوصل ل 98%، ودي بتكون نسبة عالية جدا ومحدش وصل لها. والناس اللي في المكان بيقولوا ان هم غالبا كده مش محتاجين يكملوا العرض لان ده هياخد المركز الاول بجدارة. ولكن واحد من الموجودين بيطلب منهم يستنوا عشان خاطر يشوفوا تصميم لارا، ولكنها بتتأخر شوية في الكواليس لحد لما بتطلع على المسرح.
المسرح، وعشان كده بيتضايقوا بيتريقوا وبيقولوا باستهزاء اكيد الدبه التخينه هربت قبل ما تطلع على المسرح وتتفضح. ولكن هي في الوقت ده بتوصل على المكان بس بتكون مختلفه 180 درجه، لان هي بتكون خست جامد جدا وبقت رشيقه، ومش بيكونوا عارفين هي مين في البدايه لانها بتكون جميله جدا وقوامها مثالي. وطبعا بتكون نيان واصدقائها قاعدين زعلانين جدا ومتضايقين من اللي بيحصل ده ومصدومين، ولكنهم بيفكروا ان ممكن تكون دي مش لارا. وعشان كده البنات بتطلع على المسرح بوقاحه وبيقولوا للبنت دي ان ده عرض لاصحاب التصاميم واللي موجودين في المدينه عندهم مش للناس اللي بره، وبيطلبوا منها بعصبيه انها تنزل من على المسرح حالا. ولكن هي بتقول لهم بثقه انها مش فاهمه هما بيتكلموا في ايه، وبتقلع النضاره والكل بيتفاجئ ويصدم انها فعلا لارا، ومش بيكونوا مصدقين التغيير الجذري اللي حصل، وخصوصا نيان اللي بتكون اخذت صدمه عمرها. واصدقائها بيحاولوا ان هم يضايقوا لارا باي طريقه، وبيقولوا انها اكيد مش هتقدر تكسب برضه في النهايه المسابقه دي حتى لو بقى 60 كيلو بس، لان نيان ما فيش منها اتنين. ولكن واحده من اصدقاء نيان بتقول بغل ان اكيد دي مش لارا وان دي واحده بس هي اجرتها عشان خاطر تيجي وتمثل وتقول كده. ولكن لارا بتضربها بالقلم على وشها، وساعتها نيان بتستغل الوضع وبتقول بصوت عالي ان الست دي فعلا اكيد بتنتحل شخصيه لارا، وان هم لازم يعرفوا هي فين، وان هي ممكن تكون اصلا خطفت لارا الحقيقيه. ولكن شيان جوزها ذات نفسه بيقف وبيقول بصوت عالي ان دي مش بديله ولا حاجه، وان هي فعلا مراته لارا. والكل بيتفاجئ ان ليها شهاده واثبات من شيان ذات نفسه. وعشان كده بتقول لارا لنيان بتحدي ان هم دلوقتي هيكملوا المسابقه، وان هي شافت انها اخذت 98 نقطه ودلوقتي جه الدور عليها هي. وطبعا صديقه نيان بتقول بغرور ان مستحيل حد يقدر يجيب درجه اعلى من كده في التاريخ. ولكن لارا بتطلب منهم ينزلوا من على المسرح عشان تقدر انها تقدم عرضها، والكل بيكون منتظر بشغف ايه الفستان او التصميم اللي تقدر انها تكسب بيه نيان اللي بتكون متاكده ومغروره انها كسبانه. ولكن فجاه بتقلع لارا الجاكيت اللي هي كانت لابساه وبتبدا تقدم العرض بتاعها، وفستانها الاحمر بيكون جذاب جدا ومبهر لدرجه ان كل الموجودين بيبداوا ان هم يشوفوا فيها ملاك، وبيكونوا مبهورين قد ايه الفستان ده حلو وتصميمه رائع، ومش بيكونوا عارفين ازاي قدرت انها تصمم حاجه مبهره وجميله زي كده، لان وقتها الفساتين دي كانت مش منتشره تماما وسابقه عصرها. وبتقول نيان بحقد ان البنت دي قصده انها تبين جسمها بس عشان خاطر انها تجذب الانتباه وتكسب. ولكن طبعا الكلمه النهائيه بتكون للجنه التحكيم اللي بيفكروا شويه ومش بيدوا قرار على طول. وعشان كده نيان بتفضل تقول لها باستفزاز ان هم ممكن يلغوا المسابقه دلوقتي لو هي عايزه وخايفه من قرار لجنه التحكيم وتنسحب بكرامتها. ولكن هي بتكون واثقه من نفسها ومش خايفه من اي حاجه. وفي الوقت ده لجنه التحكيم بتبدا انها تجهز اجابتها وتعلنها. وفي البدايه لجنه التحكيم بتخرج رقم 0 في البدايه، بس هي بتسال عن السبب بهدوء وبتبدا انها تشرح لهم فكره التصميم، بس هم بيقولوا برجعيه ان التصميم جميل جدا، ولكن للاسف عاري ومكشوف بشكل مبالغ فيه ومش هيقدر حد انه يشتريه في الزمن ده. ولكن بيقوم واحد اسمه جو، وده بيكون واحد من اكبر مصممين الازياء في العالم، وبيقول بصوت عالي انه هيشتري الفستان ده ب3 اضعاف سعره، وانه منبهر ان في حد هنا في المكان قدر انه يوصل لدرجه الفن والابداع دي. وبيطلع على المسرح وبيطلب من لارا باحترام انها تسافر معاه لباريس وتقدر انها تساعده كمان في الاستديو الخاص بتاعه وتعلم الطلبه الفن ده. والكل بيكون متفاجئ من حواليهم العرض الخيالي ده. والمفاجاه الاكبر ان لارا مش بتوافق وبترفض بهدوء، بس هو مش بيزعل وبيقول لها بابتسامه انه هيسيبها تفكر براحتها، وبيسيب الكارت بتاعه معاها عشان تتواصل معاه. وساعتها بتروح لارا ناحيه نيان بخطوات ثابته وبتقول لها بثقه انها هي اللي كسبت التحدي، وان هي التحدي بتاعها انها تقول قصاد الكل دلوقتي بصوت عالي انها بتحاول تقرب من شيان عشان بتحبه وتفضح نفسها. ولكن نيان بتكون مكسوفه جدا ومحروقه وبتطلب من شيان بدموع انه يقول اي حاجه عشان خاطر تشيل من عليها الحكم القاسي ده. ولكن شيان بيحاول انه يتوسط للارا عشان تسامحها، بس مش بتوافق وبتقول له بصرامه انها مش هتقبل اي حاجه وانها تغير الحكم لاعتذار رسمي قصاد الناس كلها. وساعتها بتقول نيان بانهيار ان اصحابها هم السبب وان هم اللي كانوا بيتنمروا عليها، وهي كانت بتسكت وتمشي وراهم. وساعتها اصحابها مش بيكونوا مصدقين انها بتبيعهم بالرخص ده. وعشان كده لارا بتقول للبنات قد ايه هي خاينه وصاحبه مصلحه، بس هم بيكونوا خايفين منها ومن فضيحتها، وعشان كده هم اللي بيعتذروا فعلا للارا. وبعدها بتطلب لارا من شيان بجمود ان هم ينفصلوا ويتطلقوا لان هو مش بيحبها وما وقفش جنبها. ولكن هو بيطلب منها تفكر مره تانية ويديها فرصه، بس هي بتقول له بقوه انها مش عايزه تفكر او تستنى انه يحبها او حتى يعطف عليها بكلمه حلوه. وفعلا بيقول بحزن انه هيبعت لها اوراق الطلاق وبيمشي. وتاني يوم بتروح لارا لمحل ملابس، وبسبب انها جميله وشيك بتسال البياع اللي هناك سؤال ذكي يخص التجاره وهو سعر الجمله للهدوم دي، وبتلاقي ان سعر الربح للراجل ده بيعدي ال 250%، وده طبعا رقم كبير جدا ومكسب خيالي في زمن زي ده. وعشان كده بتقرر انها لازم تلاقي فلوس تفتح بيها مشروع خاص بيها. وعشان كده بتروح لشيان وبتقول له ببرود انه ما دام هيطلقها هي عايزه فلوس النفقه بتاعتها مقدم. وطبعا هو بيتضايق وبيحس بالاهانه انها جايه عشان خاطر الفلوس، بس بيسالها بفضول هي هتعمل بيها ايه. وساعتها بتقول بثقه انها تفتح محل ملابس كبير. ولما بيقول باستنكار ان هم مش عندهم سياسه او عادات ان الست هي اللي تبيع وتقف في محل، بتقول له بقوه انها مش عايزه رايه وانها بس عايزه الفلوس وحقها. وساعتها بيخرج من الخزنه بتاعته فلوس كتير تقدر انها تبدا بيها مشروع
مشروعها. وفعلا من تاني يوم بتبدا انها تعمل دعايه ذكيه جدا للمحل بتاعها، لان هي طبعا بتكون ذكيه جدا بسبب انها جايه من المستقبل وعارفه طرق التسويق، وبتعمل عجله حظ كبيره وبتقول للستات ان هم يقدروا يلفوا العجله دي وكل لون فيهم بنسبه خصم معينه، وان هم كلهم لما يعزموا حد ويجيبوا زباين على المحل بتاعها ليهم لفه مجانيه. ولكن قبل الناس دي ما تجيب اصدقائهم ومعارفهم بيوصل شيان مع نيان وصديقتها الحاقده وبيتريقوا باستهزاء انها فاتحه بقالها كتير ولكن المكان فاضي ومفيش فيه زباين، بس هي بتقوم وبتقول بثقه ان المكان ده هيبقى مليان جدا بعد شويه. ولما بيقول لها شيان بسخريه انها بتخسر فلوسه على الارض بتقول له بابتسامه انها عارفه ان التجاره شطاره ومحتاجه وقت وصبر. وبعد شويه صغيرين هما بيتكلموا الزباين بتبدا تيجي جري على المكان لدرجه ان هما بيعملوا زحمه كبيره جدا على الهدوم وبيشتروا كتير، وساعتها بتقول لهم بانتصار ان هما لازم يتعلموا الصبر شويه زيها. وفي نهايه اليوم ده بتيجي عائله فقيره جدا والبنت الصغيره بتقول للارا ببراءه انها سمعت انها بتوزع هدوم ببلاش للغلابه، وساعتها بتقول بحنيه انها مش بتوزع هدوم ببلاش ولا حاجه. وطبعا نيان بتحاول انها تخلي شكل لارا وحش قصادهم وتستغل الموقف، وعشان كده بتقول لها بصوت عالي انها بخيله وما عندهاش رحمه. بس لارا بتكون ذكيه وبتحرجها وبتطلب من نيان تدفع هي حق الهدوم لل5 اطفال، وفعلا بتعمل كده وهي متغاظه. وبالليل نيان بتروح للطفله وبتقول عايزه تاخد الهدوم اللي دفعت حقها عشان تبيعها وتسترد فلوسها. ولكن في الوقت ده لارا وشيان بيوصلوا وبتبدا نيان انها تبرر لهم موقفها الزباله، ولكن المبررات دي مش بتكون منطقيه تماما وبتتكسف من نفسها وبتمشي. وهما الاثنين بيخشوا عند العائله الفقيره وبتقول لهم لارا بطيبه انها تعمل جمعيه خيريه عشان خاطرهم، والناس بتفرح جدا وبيشكروها من قلبهم. ولما بترجع البيت بتبدا انها تعمل شويه تصاميم جديده، ولكن وهي بترسم شيان بيشوف الرسومات وبينبهر بصراحه من عبقريتها وفنها وبيخرج عشان يجيب عشاء ليهم. ولكن في نص الليل نيان بتخش البيت زي اللص عشان تسرق رسومات، وتاني يوم بتروح تديها لشيان وبتقول بكذب ان هي اللي صممتهم وبتخليه يعمل خط انتاج كامل للرسومات دي باسمها هي. وبتكون لارا مش واخده بالها من خيانتهم وحاجه زي كده، وبتروح تسلم باقي التصاميم للمصنع اللي هتعمل فيه الشغل. ولكن وهي ماشيه من المكان بتشوف بالصدفه في محل تصاميم عامل الفساتين بتاعتها ومعروضه، وساعتها بتروح تستفسر بغضب عن مكان المصنع وبتعرف انه مصنع شيان، وبيكونوا في الوقت ده في المصنع عاملين حفله صغيره عشان خاطر نيان والدعايه الجميله جدا اللي هي عملتها للمصنع. ولكن لارا بتوصل في الوقت ده وبيكونوا فاكرين انها جايه تشمت فيها، بس هي بتقول لها بقوه انها جايه عشان تفضح سرقتها. وطبعا صديقه نيان بتحاول تدافع عنها بالكذب ولكن بدون نتيجه، وعشان كده نيان بتحاول انها تمثل دور الطيبه والمظلومه وبتروح عندها وبتقول لها بمسكنه انها عارفه انها مش بتحبها ولكن مش لدرجه انها تاذيها في شغلها وسمعتها. وفي الوقت ده بيوصل شيان وبيكون عايز يفهم ايه المشكله والصداع ده، وساعتها لارا بتطلب من نيان بذكاء انها تقول لها عن مصدر الهامها في التصاميم دي، وبتبدا نيان انها تقول اي كلام متلخبط وبتفضح نفسها انها فعلا مش المصممه الاساسيه وانها مجرد حراميه غبيه. بس نيان بتقول لها بتبجح انها فعلا مش بيجيلها الهام او حاجه، بس هي فعلا مش حراميه وانها سمعت الافكار دي من لارا وطبقتها مش اكتر. ولكن لارا بتخرج دليل نهائي وقاطع وهو قطع من الملابس عليها اسمها مخفي، وان نيان نسيت تشيل حاجه زي دي من غبائها. وفي الوقت ده الكل بيكتشف انها فعلا مجرد حراميه كدابه، وساعتها بيقول شيان بصرامه انه هيفرض عليها غرامه كبيره بتتقدر بنص مرتبها سنويا، وانها تفضل تشتغل عشان تسد من الديون دي. وبعد ما الحفله بتخلص والكل بيمشي شيان جوز لارا بيكون مبهور باللي حصل وبيقول للمساعد بتاعه انه عايز يشوف حجم المبيعات اللي حصلت للهدوم دي، وانه يسحب كل الهدوم اللي لسه موجوده في السوق ويبيعها ب3 اضعاف السعر بتاع لارا. وساعتها المساعد بتاعه بيتخض وبيقول له ان ده جنان لان هم راس مالهم مش كبير وده معناه خساره كبيره ليهم. وفي الوقت ده بيوصل رجل الاعمال جو وبيقول لشيان انه شاف الكوليكشن الجديد وعجبه وانه عايز يعمل معاهم تعاقد ب200,000 يوان، وده بيكون رقم فلكي. والمساعد طبعا بيكون متاكد ان شيان استحاله يرفض عرض زي ده، ولكن شيان بيرفض العرض وبيقول له ان حصل تلاعب في السوق عشان مفيش شغل، وان لارا هي صاحبه التصميم وهي الوحيده اللي من حقها توافق او ترفض العرض، وان هي لازم يكون لها الماركه بتاعتها على اللبس. وبياخدوها عشان يروحوا يقابلوا لارا اللي بتكون في الوقت ده واقفه مع رئيس المصنع اللي هي بتتعامل معاه، وبيقولها رئيس المصنع انه عرف ان التصاميم بتاعتها نزلت السوق وعشان كده هو عايز باقي دفعه الفلوس اللي كان المفروض تدفعها بعد شهر. ولما بتقول له ان ده شيء مش معقول ولا في العقد بيقول لها انه صاحب القرار هنا، ولو هي مش عايزه تدفع يقدر انه ياخد الفلوس بطريقه تانية، وبيلمح لها انها عاجباه. بس هي مش بتسكت وبتضرب رئيس المصنع بالقلم وبتقول له انها كمان ممكن تحبسه وتوديه في داهيه. وساعتها بيقول لها انه مش عايز يتعاون معاها تاني بس هو عايز فلوسه. وساعتها بيتفاجئ بطوبه بتتحدف على دماغه وبيكون شيان هو اللي حدفها. ولما رئيس المصنع بيهدده بيقول له انه هيسجنه لو قرب منه، شيان مش بيخاف وبيهجم عليه وبينزل ضرب فيه. ورئيس المصنع بيقول له انه مش هيسيبهم في حالهم وانه هياخد فلوسه وانه ولا واحد فيهم هيقدر يعمل معاه حاجه. ولكن اول لما بيعرف هويه شيان وان هو رئيس المصنع الاكبر بيبدا انه يجيب ورا وبيقول ان ده سوء تفاهم، ان هم اكيد هيقدروا يحلوا الموضوع لان خط الانتاج بتاعه كله مرتبط بشيان. وعشان كده شيان بيطلب من رئيس المصنع ده انه يروح يجيب المبلغ اللي مراته لارا دفعته لان هم هيسحبوا كل حاجه من عنده ومش هيتعاملوا معاه تاني. وبعدها بيمشي شيان مع المساعد بتاعه اللي بيقول
المساعد ان مراته من وقت لما بقت رفيعه مش تخينه وهي تفكيرها بقى انضج، وان هم لو طلقوا اغلب الرجاله يتمنوا ان هم يتجوزوها. بس شيان بيتعصب من الكلام ده وبيقول له انه مش عايز يسمع الكلام ده تاني لان هم مش هينفصلوا ومفيش طلاق. وفي نفس الوقت ده بيكون جو قاعد معاها عشان يمضوا العقد، ولكن هي لما بتلاقي قيمه العقد بتقول له انها شايفه ان التعاقد صغير وده مش هينفع، وان هي عندها افكار وتصاميم عايزه تعرضها عليه، وبتبدا انها ترسم واحده من الافكار دي وهو بيقف جنبها عشان يشوفها، ولكن بيبان عليه انه معجب بيها. وفي الوقت ده شيان بيجي وعشان كده جو بيبعد عنها وبيمضي على شيك بقيمه كبيره، وده بيكون عربون الشغل ما بينهم. وبعد فتره بنشوفها وهي بتدور على مصنع جديد في المنطقه، وبيجي لها واحد بيقول لها انه عنده مكان كويس تقدر تشتريه، وهي بتكون عبيطه وبتروح معاه، ولكن من حسن حظها ان مساعد جوزها بيشوفهم، والولد ده بياخدها على مصنع مهجور وبنعرف انه تبع نيان وبيكون عايز يعتدي عليها. ولما بيكون عايز يضربها على دماغها بيوصل شيان في اللحظه دي وبياخده والضربه بيقع على الارض وبيروحوا بيه على المستشفى، وهناك لارا بتكون خايفه عليه وبتعيط شويه، والدكتور بيخرج وبيقول لها ان هم عملوا اللي عليهم. وطبعا هي بتفهم الجمله دي انه مات، وعشان كده بتخش الاوضه بتعترف له انها بتحبه، وهو بيكون بيريح، وعشان كده بيفتح عينه وبيقول لها انه كمان بيحبها وعارف انها بتحبه. وساعتها طبعا بتتكسف وعشان كده بتجري من المكان وتسيبه. بس هو بالليل بيروح على البيت وهي بتكون عايزه تمشي وتروح بيت ابوها بما ان هو هيقعد معاها في البيت، بس هو بيمسكها وبيقول لها ان هما لسه متجوزين ومش هينفع انها تعيش في حته غير بيتها. وساعتها بتقول له انها تخليه موديل بتاع الكوليكشن الجديد بتاعها، وبتبدا تاخد المقاسات بتاعته وبتطلب منه انه يبدا يغير طريقه لبسه شويه، وبعدين بتخش تنام. وتاني يوم الصبح بيصحيها على الفطار وبيقول لها انه طالما عايزه تفتح مصنع يبقى الانسب انها تشتري المصنع بتاعه او حتى جزء منه، يعني لكل واحد فيهم النص، وان ده مش هيخليه يخسر حاجه، هو كده هيكسب. وعشان كده بتقول له انها موافقه وانها تدير المصنع وتمسك خط الانتاج كامل، وان هي لما تكسب هترجعه له المصنع، وده بيكون اتفاقهم من النهارده. وفعلا بتروح على قسم الانتاج في المصنع، وهناك بتشوف الستات وهما بيشتغلوا، والمساعد بتاع جوزها بيعرفها على كل حاجه عن المكان، ولكن بتكون في مشكله عندها وهي ان نيان وصديقتها شغالين، واول لما بيشوفوها بيروحوا بيقولوا رئيسه العمال ان زوجة شيان هتكون هي المديره بتاعتهم، وكده هي كلمتها مش هتكون مسموعه. وبتبدا نيان انها تلعب في دماغ الست الكبيره ان لارا هتاخد منها كل حاجه، وطبعا دي بتكون شحنه سلبيه للست الكبيره اللي بتشوف ان بنت صغيره جايه تاخد منصبها بعد سنين الشغل. وعشان كده بتطلع الست دي تتكلم مع لارا، ولكن بتتكلم معاها وبتقول لها انها مش مقتنعه ان ممكن في حد عنده مهارات تكفي انه يشيل الاسم ده لوحده. ولكن لارا بتعمل معاها تحدي، بتولع عود بخور وبتقول انه قبل ما يخلص هتكون قدرت انها تعمل 3 تصاميم جديده مختلفين عن بعض، والعاملات في المكان بيبداوا ان هم يتفرجوا عليها وبيلاحظوا قد ايه هي شاطره، وبيقولوا ان هم طول عمرهم يشوفوا ناس سريعه، ولكن واحده شبهها كده بتقدر انها ترسم العدد ده استحاله كانوا يشوفوه، وعشان كده طبعا بتكون كسبت في التحدي. ولارا بتقول للست دي انها مطروده لانها سمعت انها كانت بتشتغل قليل طول السنين اللي فاتت، وكمان مش بتعمل اي تجديد في قسم العاملات ولا بتفيدهم في حاجه، وعشان كده بتطلب منها تروح قسم الشؤون الماليه وتاخد المتبقي من راتبها ومكافاه نهايه الخدمه وتسيب المكان وتمشي. ولكن قبل ما تمشي الست الكبيره من المكان نيان بتبدا انها تسخنها وبتقول لها انها اكيد مش هتسيب المكان، وانها لازم تنتقم وتعمل معاهم مشكله، وبتحرضها انها تبوظ شحنه القماش اللي جايه، وان الصفقه الجديده اللي جايه لو باظت او اتحرقت ده هيسبب خسائر لشيان ولارا. وفعلا بالليل الست الكبيره بتيجي عشان تسرق القماش، ولكن لارا بتكون متوقعه ان دي حاجه ممكن تحصل وعشان كده بتيجي وبتقفشها، ولكن الست الكبيره بتقول انها جايه بس عشان خاطر تتابع الاقمشه وتطمن عليها، ولكن لارا بتقول لها انها النهارده طردتها وانها مش عايزه تشوفها هنا تاني. وساعتها الست بتاخد بعضها وبتمشي وبتروح على بيتها عشان مش عايزه ان حد يكتشف انها كانت جايه تسرق، وبتبدا تلم هدومها عشان تهرب من البلد. ولكن اول لما بتخرج من البيت بتكون لارا وجوزها مستنيينها بره، وبيقولوا لها بانتصار انها كانت متراقبه الوقت اللي فات ده كله، وانهم بعتوا مرشد من البوليس عشان يراقبها ويسجل لها، ودلوقتي البوليس في طريقه عشان خاطر يقبض عليها متلبسه. وفعلا البوليس بيجي وبيقبض عليها في الوقت ده وبيركبوها البوكس، ولكن مع الاسف الشديد بتحصل حريقه ضخمه في المصنع وكل القماش الغالي اللي بيكون جوه بيتحرق وبيبقى رماد. وطبعا يان الشريره هي اللي بتكون عملت كده وولعت في المصنع عشان خاطر توقف خط الانتاج كله وتخسرهم، ولكن دايما المجرم بيسيب وراه دليل، ونيان بتكون وقعت الولاعه الذهب بتاعتها اللي بيكون فيها العطر المميز بتاعها، وعشان كده لارا بتاخدها معاها في الشنطه. واول لما بتيجي نيان لارا بتتهمها قصاد الكل ان هي اللي عملت كده، ولكن طبعا نيان بتمثل البراءه وبتقول لشيان ان مراته بتتهمها اتهام خطير وما فيهوش دليل، وانها كانت جايه الصبح عشان خاطر تعرف هم ازاي هيقدروا يتصرفوا في المصيبه دي، وخصوصا لارا هي المديره دلوقتي. ولكن وهي بتشمت فيهم بتوصل البت الصغيره اللي لارا بقت معتنيه باهلها وعملت لهم جمعيه مخصوص، وبيكون معاها لفه من القماش بتقول للارا ببراءه انها جايه عشان تساعدها باي حاجه تقدر عليها. وساعتها طبعا نيان بتبدا تتريق على البت الصغيره لان دي مجرد لفه من القماش، استحاله انها تساعدهم في اي حاجه والمصنع محتاج اطنان. ولكن لارا بتشكر البت الصغيره وبتبوسها وبتقدر تعبها ومجهودها انها فكرت فيها اصلا، وفجاه بتلاقي كل
كل الناس الغلابه اللي هي ساعدتهم قبل كده جايين ورا بعض جايبين لها قماش عشان خاطر انها تقدر تكمل المشروع بتاعها وتمشي في خط الانتاج وما تقفش. ولكن تاني يوم المساعد بتاع جوزها بيقول بحزن انه مش هيقدر يمشي في خط الانتاج بكميه القماش البسيطه اللي معاهم دي، وان الكميه دي مش هتعمل اي حاجه لان هم مطالب منهم كميات كبيره جدا في العقد. وساعتها بيقول شيان بثقه انه هيقدر يتصرف ويقدر يجيب القماش في اقرب وقت من معارفه، وبيرجع لبلده وهناك بيروح لابوه وامه الغنيين. ولكن بيبان ان ابوه زعلان منه ومقاطعه لان هو كان عايز ان شيان يكون زيه في مجال السياسه ويمسك مناصب، ولكن هو كان مصر انه يكون في مجال الازياء والفاشن. وساعتها بيقول شيان بكسر انه جاي عشان خاطر عايز والده يقف جنبه ولو لمره واحده في حياته وينقذه من الافلاس. ولكن في نفس الوقت ده بتكون في مشكله كبيره جدا عند مراته في المصنع بقياده نيان، لانها بتكون جابت كل العمال عشان يعملوا مظاهرات غضبه قصاد المكان لان هم مش لاقيين شغل بسبب الحريق اللي حصل وعايزين رواتبهم. ولكن لارا بتطلع لهم وبتقول لهم بهدوء ان كلهم هنا من زمان جدا في المصنع وانها متفهمه مشاعرهم وخوفهم، ولكن هم دلوقتي بيدوروا على حل سريع للمشكله دي. ولكن نيان واصدقائها بيكونوا شايفين طبعا ان الحل شبه مستحيل وبتسخن العمال لان الصفقه دي كبيره جدا. ولكن في الوقت ده بيوصل رجل اعمال جو والكل بيكون فاكر انه جاي يسحب الشغل والفلوس، ولكن هو بيكون جاي عشان يساعدها وبيديها شيك بقيمه $50,000، ودي بتكون قيمه كبيره جدا تقدر انها تغطي العجز وزياده وتدفع رواتب العمال. وده بيكون مقابل طبعا انها رسمت لهم 10 مسودات حصريه اللي تقدر انها تغطي لهم كل الفصول، يعني شتاء وصيف وربيع وخريف. وطبعا دي صفقه اي مصنع يتمناها ويحلم بيها. وفي الوقت ده كل العمال اللي موجودين في المكان بيسقفوا لها بفرحه لانها بتكون قدرت تحل الازمه وتنقذ بيوتهم. ولكن بتقول بصوت عالي انها بعد ما حلت الازمه عايزه تفضح حاجه مهمه جدا، وبتخرج الولاعه الذهب اللي لقوها في مكان الحريق وبتقول ان هم لازم يعرفوا ان نيان هي السبب في قطع عيشهم. وفي وقتها العمال بيهجموا عليها وبياخدوها بالعافيه عشان تتحاسب على حاجه زي دي وتسلم للبوليس. ولكن جو بيعمل مفاجاه كبيره جدا وبيتقدم للارا قصاد الكل، ولكن هي بترفضه بشكل شيك وبتقول بابتسامه انه كان لازم يبحث عنها الاول، وكان وقتها يعرف انها واحده ست متجوزه وبتحب جوزها. وبعدها بترجع البيت وبيكون جوزها عامل لها غدا رومانسي جميل جدا وبيقول لها ان ده غدا بمناسبه انها قدرت تحل المشكله لوحدها، وبيقول لها انه اسف عن اي اذى سببه لها في الماضي وانه موافق لو هي كانت عايزه تنفصل عنه وتشوف حياتها. وهي في الوقت ده بتتضايق من كلامه ولكن مش بترفض وبتقول ببرود انها مستعده عادي تعمل ده. وفعلا تاني يوم بيروحوا ينفصلوا في المحكمه، ولكن بتسال عن السبب وساعتها بيقول لها بوجع انه عايزها تشوف مستقبلها وتنجح اكتر، ومش بيقول لها عن ايه السبب الاساسي وهو انه كان فاكر انها بتحب جو ووافقت عليه. وبعد 3 سنين بالظبط من الفراق بنشوفه وهو قاعد في كافيه لوحده وبيسمع اخبار عنها في الراديو انها بقت اصغر مليارديره في العالم وناجحه جدا. ولكن فجاه بيلاقي انها رجعت له من جديد وواقفه قصاده وبيحضنوا بعض بشوق عشان يكملوا حياتهم سوا في نجاح وحب. وبيخلص ملخصنا على كده.